الحقيقة هذا الإعمار اللي تشوفه يعني مبادرة من رابطة المصارف العراقية وأمانة بغداد والبنك المركزي العراقي. هذا الشارع تحديدا به خصوصية خاصة به. أولا هو شارع الثقافة بشكل عام، شارع الثقافة، شارع العلم، شارع الفلسفة، شارع الأمنيات الحلوة، شارع الضجيج، شارع البكاء، شارع الشعر. هذا الشارع تعرض للكثير من الهجمات الإرهابية، لا سيما عام 2006 يعني صار بتفجير كلش كبير وهائل، يعني راحوا ضحايا به كثير، يعني أطفال وشباب وشيوخ، وباعت كتب معروفين جدا. فهذه المبادرة تخلينا نشعر بالسعادة أنه يجب أن يكون شارع الثقافة بهذه الحلة الجميلة، بهذا البهاء، بهذا الجمال، بهذه الطلة الحلوة، حتى من تجي أنت تتبضع الكتب أو يعني تلتقي ببعض الأصدقاء تشعر بالفخر أنه شارع الثقافة وشارع نظيف جدا.